الشجرة دي عندها كرامات. كان في راجل فلاح بسيط عايش في قرية، راجل طيب وفي حاله. شاف شجرة الناس بتتعبد عندها وبيعملوا طقوس غريبة. اسمها ايه اللي الصفة دي؟ فالفلاح قال لنفسه ايه العبث ده؟ انا لازم اقطع الشجرة دي. وفعلا الفلاح اخد فاسه وراح عند الشجرة. طلع له واحد غريب في الطريق. مين بقى؟ الشيطان نفسه، بس كان متحول في شكل انسان عادي. فقال له رايح فين بكل الحماس ده؟ فالفلاح قال له رايح اقطع الشجرة دي. فالشيطان ضحك وقال له يا عم الفلاح سيب الناس في حالها، انا عندي ليك عرض احسن. لو سبت الشجرة هديك كل يوم دينارين. ايه يا زئرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما. وافق ورجع على بيته. ولما صحي تاني يوم لقى الدينارين زي ما وعده الشيطان. بعد فترة الدينارين اختفوا، والفلاح رجع غضبان جدا وقرر انه هيروح للشجرة عشان يقطعها. الشيطان قرر يواجهه بقوته الحقيقية وهجم على الفلاح وخبطه في الأرض. وراح قايل له انت فاكر انك هتقدر عليا؟ المرة الأولانية انت كنت جاي لاجل الله، كنتش أقدر عليك، بس المرة دي انت جاي عشان الفلوس، وده خلاني أقوى منك. الفلاح كان مرعوب، بس فهم ان الحق لازم يكون من القلب.